أصدقائي متخرجين، مبروك عليكم النجاح. باش نعطيكم شوية نصايح كيفاش باش تلقى خدمة، وبالطبيعة في تونس حاجة سهلة برشا. في لونتروتيان دومبوش حاولوا ابعدوا ديما على الأجوبة المعاودة والبعيدة عن الواقع. مثال كي سألوك سؤال شنية نقاط ضعف ولو أنه سؤال ماستو قديم، أما الله غالب في تونس نموتوا عليه. نلاحظ ديما الإجابة تكون بيرفكسيونيست موجودة عند الناس الكل. نوع الإجابة هذه أصلا قالوها ال20 الواحد اللي تعداو في لونتروتيان قبلك، وما توريش اللي انت متميز جملة. بالعكس توري اللي انت تتهرب بسؤال وما تعرفش تتكلم. باش تستغل السؤال باش تكسب ثقة اللي يعملك في لونتروتيان، وتوري اللي انت انسان قدكش ناضج وتعرف عيوبك، والاهم من هذا انك قاعد تخدم عليه. الطريقة سهل، سمي نقطة ضعف حقيقية وما عندهاش تأثير مباشر على الخدمة اللي حاجتهم بك فيها، وقول كيفاش قاعد تخدم باش تحسن. نعطيكم مثال، مثلا انت مطلوب في بوست تاع ديفلوبر، يعني ما يستحقش انك تترأس اجتماعات وتعمل بريزونتاسيون قدام برشا عباد. نجم تقول راهو انا عندي شويه خوف كيف نجي نحكي قدام برشا ناس، واللي يعملك في الانترتيا لانه هو بيدو كان عنده برشا خوف كيف يجي يتكلم قدام الناس. وتقول اللي انت قاعد تخدم عليها بالعمل الجمعياتي وبالبريزونتاسيون في الجامعه قدام الطلاب، ولنا زاده نوصلوا العمل الجمعياتي قداش مهم تنحكيو عليه في هدره اخرى. زاده بيتو نفرضوا اللي في الانترتيا حكيتوا شويه بالانجلي وظهرت اللي انت ضعيف فيها، نجم تجاوب وتقول راهو نظرا لقله البراتيك نتاع الانجلي نتاعي في الجامعه ساعات نتلعثم شويه وقاعد نخدم على هذا بشويه بشويه، حتى في الفرجه في الافلام والترجمه نتاعهم بالانجلي. المهم تو سمي نقطة ضعف واقعية وما تخليهمش يراوك ما تنجمش تشد البوست، وفي نفس الوقت تكون واقعي وصادق. اما كاللغة نقطة ضعف في قلبي طيب وتسامح في الساعة، كون مصاحبتك مش للشريك.